لو عاوزين الناس يتفاجئوا بيكوا اول يوم دراسة، سواء نفسيا معنويا شكلك لبسك كل حاجة عن نفسك، شوفي الفيديو ده. هاي جايز، كيفكم؟ اليوم هيكون عن ازاي نعمل جلو اب ونتغير تماما ونكون احسن ونطور من نفسنا. هقول لكم على الخطوات اللي تتغيروا بيها، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدا الفيديو. لو انتي مش عارفاني، انا اسمي رانيا، بعمل روتينات نصايح مذاكره فيديوهات ستادي ويز مي. فلو مش عامله لي سبسكرايب انت فايتك كتير، فيلا روحي اعملي سبسكرايب ويلا نبدا الفيديو. قبل ما تبداي الفيديو عامه روحي اعملي مشروبك المفضل واقعدي لي كده بقى في رواق، وجيبي كشكول وقلم واكتبي النقط اللي مهمه ويلا بينا. قبل ما تعملي جلو اب لازم تكوني ما بتقارنيش نفسك بحد، وبجد المقارنه دي انا اتكلمت عنها كتير جدا في فيديوهاتي، فهي ما تحاولوا انكم انتم ما تقارنوش نفسكم بحد. لو عايزين تطوري من نفسك او تكوني نسخه افضل من نفسك ما تقارنيش نفسك بحد. اولا كده الجلو اب هو داخلي وخارجي، ولو غيرتي نفسك داخليا هيكون سهل عليكي او انك تتغيري خارجيا. ويلا بينا نبدأ بالجلو اب الداخلي. اول حاجة في الجلو اب الداخلي وهي اهم حاجة وحبيت ابدأ بيها عشان بجد هي اهم حاجة، وهي العلاقة مع ربنا. لو عاوز حياتك تتصلح ربنا يكرمك قربي منه، سواء بالصلاة وهي دي حاجة اساسية، الصيام اللي انت عايزة مثلا تصومي اثنين وخميس، انك تقرأي سورة الملك كل يوم بالليل قبل ما تنامي، انك تقومي الليل، انك تستغفري، تقولي الاذكار. بجد يا جماعة علاقتك بربنا دي هتغير حياتك، هتسترك، يعني هتصلحها عموما. رقم 2 في الجلو اب، لازم لما تبقي عايزة تتغيري، مثلا عاوزة ما تكونيش عصبية، لازم انتي تكوني شايفة نفسك عصبية، مش الناس هما اللي شايفينك كده. مش انتي عايزة تتغيري عشان الناس شايفينك كده، لا، لازم تبقي انتي مقتنعة ان الحاجة اللي انتي عايزة تتغيريها انتي عارفة ان انتي واقعة فيها. مش الناس بس اللي بيقولوا لك انك انت عصبيه، انت مستوى دراسك قليل عشان كده انت عايزه تتغيري، لا، انت مقتنعه بده عشان كده عايزه تتغيري. تاني حاجه وهي لازم تعملوا جول لنفسكم. انا مثلا عايزه السنه دي اجيب عربيه، حاولي تكتبيها، اعملي جول لنفسك، سواء تكتبيه تكتبي على الموبايل، تكتبي على جورنال، تعملي فيجن بورد، اي حاجه. عايزه اجيب 98% مثلا، عاوزه افتح شانل جديده، عاوزه ابدا رياضه، عايزه ادخل اي حاجه. لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه بالظبط. مثلا انت رايحه عند صاحبتك، هل انت لبستي ظبطي، هل بتبقي انت رايحه كده من غير ما تعرفي البيت، ولا لازم تبقي عارفه البيت؟ لازم تكون عارفه البيت والشارع وهتعملي ايه وايه وايه، صح؟ فهي زي حياتك، لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه بالظبط، عشان لو انت كاتبه الهدف ده ومثلا حققتيه بجد هتحسي بفرح جدا. اما لو انت ما كنتش كاتباه ممكن تكوني عاملاه بس انت مش واخده بالك اصلا ان انت عملتي هدف في حياتك، انك انت حققتي حاجه انت كنت عايزاها. فما اعتقدش ان وانت كاتباها تفرحي زي ما انت ما كنتش كاتباه. فحاولوا تحطوا جولز ليكوا. هتلاقوا دايما اللي ناجحين في حياتهم سواء على اليوتيوب، هتلاقوا في السوشيال ميديا ناس ناجحه كتير، هتلاقوا دايما هم عاملين جولز لنفسهم، عاملين جورنالينج، عاملين فيجن بورد كده. فبجد الفيجن بورد والجورنالينج والحاجات دي بتفرق جدا. رقم 3 وهي طريقة تفكيرك. خليكي طيبة. ازاي اكون طيبة يا رانيا؟ مش فاهمة. يعني حاولي تسامحي اي حد، مش لازم انك انت تروحي تعتذري له مع انك انت مش غلطانة، لا، مش لازم ترجعوا زي الاول، لا، ممكن قدام ربنا انا مسامحة الشخص ده مع ان عمل فيا وفيا وفيا، لا، بس ربنا بقى هيكرمك وهيشوف، عشان اللي اعمله بالنيات، مش لازم قدام الشخص انك انت مسامحاه. النقطة اللي بعدها وهي ما تسوقيش الظن. مثلا انت حصل لك مشكلة فحد وقعك في مشكلة، مش انت مثلا في حد بيكرهك او انت بتكرهيه تروح قايله ايه ده كذا، فلانة هي اللي عملت المشكلة دي، ممكن ما تكونش هي اصلا. ما تسوقيش الظن، وادعي ان ربنا يعرفك الحقيقة. وانت اصلا لو ما سوقتيش في الظن ربنا يعرفك من غير اي حاجة، عشان بجد سوء الظن حرام جدا وانتم مش عارفين علم الغيب. النقطة اللي بعدها ما تفكروش كتير.
بعد جماعة أنا عايزة بس أسألكوا سؤال، هو احنا ليه بنفكر؟ يعني ربنا الحمد لله هو كاتب كل حاجة في حياتنا ايه اللي هتحصل، فاحنا مش احنا اللي هنقول احنا هنعمل ايه وايه وايه. اكيد هنقول ايه بس ما تفكروش كتير، يعني ايه ربنا كاتب كل حاجة هتحصل. اللي في ايديكوا هو الدعاء. ادعوا ادعوا. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم، ما قالش ادعوني ثم استجب لكم. طب ماشي يا رانيا انا بدعي بس مش بيتحقق اي حاجه ان انا بدعيها. لا ربنا بدل ما حققهاش في الدنيا بقى يحققها في الاخره. طب ليه ما حققهاش في الدنيا؟ هقول لكم ليه. عشان اكيد ربنا شايف ان دي مش خير ليكي لو حققها في الدنيا. ربنا اي حاجه بيعملها سواء وحشه او حلوه انت اللي بتكوني شايفاها وحشه لازم بتكون خير ليكي. ربنا عارف اكتر منك. كده ظبطنا، احنا كده ظبطنا الجزء الداخلي وهو علاقتك بربنا وان انتي مش حاقدة على اي حد ولا بتشكي في اي حد. نبدأ بقى نطبق الجزء الخارجي، وهو ده هيكون اسهل جدا عشان انتي لو مشيتي على الخطوة الجزء الداخلي هتكوني بجد يعني بجد احسن حاجة هو الجزء الداخلي، وبعدين بقى حاولي تظبطي الجزء الخارجي وهيكون سهل جدا لو انتي الجزء الداخلي متظبط. اول حاجه بقى تبداوا تجيبوا كشكول الجورنالينج بتاعكم او اي نوت بوك بتاعتكم، تبداوا تكتبوا العيوب اللي فيكم، الحاجات اللي انتوا عايزين تغيروها، مش الناس هي اللي عايزه تغيرها. اوكي، سواء شكلنا في الصحه، بشرتنا، جسمنا عايزين نغيره، عايزين نتخن، عايزين حبوب في وشنا نخففها، انا رفيعه عايزه اتخن، وهكذا. نكتبها بقى ونبدأ نشوف الخطوات اللي تعالج المشكلة دي. مثلا انا عندي حبوب كتير في وشي، تبدأي تشوفي وتعملي سيرش وتشوفي ايه البرودكت اللي تعالج بشرتك من الحبوب وتبدأي تجيبيها. مش شرط تجيبي 100,000 منتج، ولو انت مش قادرة ممكن تبدأي تحوشي وتقولي الاسبوع ده انا هجيب كذا والاسبوع اللي بعده هجيب كذا والشهر اللي بعده كده، وتبدأي تمشي بقى على النظام اللي الدكتور قال عليه او البرودكت لازم تمشي عليه، وتبدأي بقى تظبطي حالك وان شاء الله تتحل كل مشاكلك. النقطة اللي بعدها وهي الصحة، لازم نحاول ناكل اكل صحة شوية، نقلل مثلا لو احنا بناكل اندومي كتير، ودي انا بقولها لنفسي ان انا اقلل من الاندومي. لو انا بكتر في الاندومي اقلله، لو انا بشرب مشروبات غازية كتيرة احاول اقللها. نحاول نتحرك، مش 24 ساعة على السرير ماسكين الموبايل، ده بيضر صحتك جدا. بنسهر كتير، نحاول نظبط المشاكل دي عشان صحتنا هي اهم حاجة. صحتنا مش بفلوس، مش بتتباع، الصحة لا تشترى ولا تباع. وكده انا هكون قلتلك ازاي نعمل جلو اب لنفسنا داخليا وخارجيا، ويا ريت تطبقي الحاجات اللي قلتها وان شاء الله وانت هتتغير حياتك. كنت عايزة اقول على شوية تبس كده زيادة وهي هتفرق معاكم جدا في الجلو اب بتاعكم. وهي اول تب وهي مهمة جدا، افردي ظهرك وانتي ماشية. مهم جدا مش تكوني ماشية تكوني منحنى، يعني ظهرك منحني بصة في الارض. ليه مش كده؟ ما تبقيش عندك كسوف زيادة عن اللزوم. البنات بيبقى الحقيقة عندها حلو ولكن مش للدرجة انك انتي ماشية بصة في الارض، فما تعمليش كده خالص. حاولي انك تمشي ظهرك مستقيم. الصحاب، وبجد الصحاب دي هعمل لها فيديو ان شاء الله مخصوص ليها عشان بجد صحاب مهمة جدا، والصحاب هي ممكن تكون السبب ان هي تغير حياتك حرفيا. حاولي تصاحبي صحبة صالحة يكون بيحبوكي، مهتمين بيكي، يعني مهتمين بأدق التفاصيل، عيد ميلادك امتى، بجد الحاجات يعني البسيطة دي هي بتفرق في نفسيتك. حتى الصحاب، والله يا جماعة الصحاب بتغير. ولو في حاجات كده في صحابك حاولي ابعدي عنهم تماما، لو هما بيحاولوا يقللوا منك عشان يضحكوا غيرهم. يعني انتوا بيحبوا مثلا شخص وعايزين يضحكوا فبيحاولوا بقى ان هما يقللوا منك عشان يضحكوا الشخص ده. لا بجد ابعدوا عنهم جدا، دي تبقى كارثة. اخر حاجة وهي المكافأة، حاولي تكافئي نفسك على اي حاجة بتعمليها حتى لو بسيطة، بس انتي كافئي نفسك، فرحي نفسك. مين اللي لو انت مش هتفرحي نفسك مين اللي هيفرحك؟ اعملي على كل جول. انا قلت لك انك انت هتعملي جورنالك ولازم تحطي جول لحياتك. كل جول اكتبي جنبه
المكافأة اللي هتعمليها. مثلا هسمع مسلسل حلو، هنزل اشتري مشروب بحبه، هعمل لي سناك حلوة كده. فدي كانت الجلو اب، ويا رب اكون فدتكم. وبس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب. وبس، باي.